السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل معايا البانكيك. طريقة سهلة وبسيطة ومقادير موجودة في كل بيت. معايا كوباية ونص دقيق، نص كوباية سكر، ربع كوباية زيت، ومعايا بيضتين، ومعايا واحد بودر والفانيليا، ومعايا طبعا الدقيق. هنا هنحط البيضتين وايه، هنضرب كده البيضتين بالفانيليا، شعرة فانيليا، نضربهم كويس. وبعد كده نحط السكر بودر يا جماعة، اضربيه في الكبة، يا اما لو عندك سكر ناعم حط سكر ناعم. اضربه كويس قوي كده، كويس قوي مع بعضه. بعد كده ننزل بايه عفوا هننزل باللبن. معايا كوباية ونص لبن، كوباية واحدة اللي بنعمل بها المعيار كله. هنا بقى معايا ربع كوباية زيت. هننزل بالدقيق بتاعنا بقى كده واحدة واحدة. معايا كوبايتين دقيق، انزل حبة حبة كده، يلا مرة واحدة مش اشكال. اهم حاجة ايدك بسرعة، تضرب بسرعة العجينة معايا بسرعة، عشان ما تتجعدش في بعضها كده او تمسك في بعضها كده، زي ما انتم شايفين، بسرعة بسرعة. عفوا. اضربي جامد لغاية ما تشوف القوام معاكي هيبقى عامل ازاي. لقيتيه تقيل ممكن تزودي معلقتين مية ولا حاجة. هو ده القوام اللي انا عايزاه. تعالي بقى معايا طاسة صغيرة على النار، شوف الطاسة الصغيرة بتاعتنا دي، ايوه بالكرنيب كده. انا اول واحدة عملتها حسيت ان هي يعني ممكن تكون تخينة شوية، فظبطت المقدار. بعد كده ما مليتش الكرنيب بتاعي قوي. شوفي جميلة جدا، ولونها هتبقى حلوة معاكي. ايوه، ما تمليش الكرنيب او دوبك حاجة صغيرة كده برضو، عشان تبقى مستوية معاكي وحلو. ساعة ما تعمل فقاعات او اخرام كده، اعرفي ان هي استوت، تقومي قلبها على طول. شوفي شكلها عامل ازاي. آه، مش بتاخد وقت، سهلة جدا، وطريقتها بسيطة جدا، ومفيش فيها اي حاجة. كده انا قربت اخلص الكمية خلاص. الكمية معايا كده خلصت. طبعا كنت مولعة العين التانية دي، قلت اما اجيب طاسة تانية واعمل في الطاستين، عشان انا كده هتاخد وقت معايا. فانا كده خلصت المقادير معايا. تعالوا شوفوا بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل وهنزين وهنعمل دي معايا شوكولاتة سايحة. جيبيها وتعملها في حمام مية كده وتسيحيها، تدهني كده. شوفي سهلة جدا. او ممكن تجيبي النوتيلا وتحطي نوتيلا. دي الشوكولاتة بتاعة المطبخ بتاعتنا. عندك شوكولاتة بيضة برضو ممكن تشكلي بيها، تبع ما انت عايزة. سهلة جدا. انا هنا بحط كل واحدة في طبق عشان ازينها شكل مختلف عن التاني. طب والله كانت جميلة. يعني الواحد بيعمل الحاجة كده، طعمها كان جميل بصراحة. جربوها، وطريقتها سهلة مفيش فيها اي حاجة. تعالوا بقى شوف نزين نعمل معاكي بقى هنا. صوص فراولة، صوص شوكولاتة، كراميل، اللي موجودة عندك اعمل ده صوص شوكولاتة. ما بعرفش ازين يا جماعة تقريبا. اي حاجة كده عشوائية تطلع معاكي حلوة صدقيني. ده بقى، ده تقريبا برضو شوكولاتة. هعمل بقى واحدة شوكولاتة وواحدة فراولة في نفس الوقت. طريقة سهلة ومش صعبة خالص، وما بتاخدش وقت. ده بقى معايا على العسل الابيض. عندك عسل ابيض، حط عسل ابيض، برضو بتبقى جميلة بالعسل الابيض. جربوها وقولوا رأيكم فيها يا جماعة.
شفت شكلها حلو ازاي؟ جربوها واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه. ومفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. شكرا لحضراتكم.